مساء الخير يا شباب وصباح الخير، يا رب يكون كل أوقاتكم بخير. طيب، فيديو كده صورة بتعبر عن كل اللي انت هتمر فيه بخصوص الاناليتيكس. حتى هي اسمها اناليتيكس اوفر فيو. الصورة دي جاية من داتا كامب. ممكن تلاقيها على جوجل طبعا. ممكن تكتب اناليتيكس اوفر فيو هتلاقيها. طيب، في أربع مراحل من الداتا أو أربع مراحل من الأناليسيس أنت بتمر بيهم. كل مرحلة بيبقى including مع حاجات تانية زي machine learning أو زي data science، او business intelligence والى اخره. خلينا نبدا هنا الاناليتكس اوفر فيو. اول حاجه اسمها descriptive analytics which is what's happening. انت ايه اللي حصل؟ بمعنى بسيط جدا، ايه اللي حصل خلال اخر او إيه اللي حصل مثلا، إيه اللي حصل قبل كده، تمام؟ وليه ده حصل؟ ايه اللي حصل ده بيبقى descriptive analytics. diagnostic analytics وده اللي بيجاوب على ليه ده حصل قبل كده. ليه ده حصل حاجة، حتى بيجي يقول لك هنا find root causes of events. يعني شوف انت ايه الاسباب اللي خلت حدث زي كده يحصل. what will happen. وهنا حاجة اسمها identify possible outcomes. انت بتشوف ايه اللي ممكن يحصل. طيب، اللي ممكن يحصل what should we do ده what will happen. ده في الأغلب بيكون data science. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ واسمها predictive أو forecasting analytics. forecasting أو predictive هي جاية من حاجة اسمها predict، اللي هي تنبؤ. predictive analytics هي بتعبر هنا عن إيه اللي هيحصل بعد كده. و perspective analytics إيه المفروض يحصل. حتى هنا بيقول لك best course of action given the outcome we want to achieve. اللي احنا عايزين نفهمه من الصورة دي بسيطة جدا، ان انت تفهم ان انت كداتا اناليسز انت بتوصل لمرحلة ان انت ليه حصل كده وازاي حصل كده. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ لا، مش داتا اناليتكس، بيبقى خاصة بداتا ساينس اكتر. بتديله حاجة اسمها ريكومنديشن، ولكن الريكومنديشن دي مش accurate او مش accurate كفاية. فبنعمل حاجة اسمها perspective analytics، ان انت بتبدأ ان انت بتشوف حاجة اسمها بتفصل او بتشوف افضل حاجة ممكن نحصلها في الفترة الجاية. بس كده، ده بخصوص Analytics Overview، علشان لو حد سمع كلمة Perspective Analytics أو Descriptive Analytics أو حاجة زي كده، حاجة مهمة جدا إن أنت تكون عارفها خلال مرحلة تعليمك في الداتا أناليسيس أو حتى الداتا ساينس، عشان تكون فاهم إيه الفرق ما بين، تقريبا عملت الفيديو قبل كده، الفرق ما بين داتا ساينس وداتا أناليسيس. حتة مثلا داتا أناليسيس هو بيجاوب على حاجات تقريبا في الماضي أو الحاضر، بس ما بيقدرش إن هو يديك أو بيديلك اقتراحات عن المستقبل، ولكن اللي بيديك أكتر إجابات أكتر عن المستقبل هو داتا ساينس. في كمان داتا ساينس كان زي دينا جيرجس، كانت بتتكلم عن حاجات زي كده بطريقة أعمق، لأن هي داتا ساينس إكسبرت. كانت شغالة في أكتر من شركة، وآخر شركة أو آخر شركة موجودة حاليا فيها هي ماكنزي. أم هاي ريكومندد إن أنتوا تتفرجوا عليها. هتبقى شاطر جدا. فممكن تكملوا بقى تشوفوا في الفيديوز اللي زي كده تتعمقوا أكتر في الداتا ساينس، أو تكملوا كده كده في الداتا أناليسيس وتعرفوا أكتر في خلال الفترة الجاية. بس ده كان فيديو النهارده. اتمنى يعني يكون الفيديو يكون كويس وكان خفيف، يعني مش صعب يعني. وقابلكم ان شاء الله فيديوهات تانية كتير جدا في المستقبل. شكرا جدا لكم.